صيف 2021 المشروع ده اتطرح للبيع، وفي 2022 بعديها بسنه بالظبط المشروع ده اتطرح للبيع. بس الشركه دي كانت عامله براندنج قوي قوي لنفسها، كان في ثقه من العملاء ومن البروكرز، وكلهم كانوا عارفين الديفلوبر ده، وللاسف كنا شويتين خايفين وما نعرفش الديفلوبر ده. ففي 2026 المشروع ده بقى ليفابل، المشروع ده بقى تعرف تصيف فيه وتسكن فيه وتعيش فيه. طب والمشروع ده للاسف لسه ارض، اقصى حاجه اتعملت فيه هي تسويه للارض، حفر بسيط، كونستراكشنز بسيطه جدا جدا جدا. المشكله فين بقى؟ المشكله ان بقى في كميه مئات من الملايين عماله تدفع في الماركتنج وكامبينز عشان مرحله المارينا اللي بتطرح في المشروع ده. طب هو اصلا في ناس متاخرين او المفروض يستلموا السنه اللي جايه، طب دول هيستلموا امتى؟ هو بتاعه المارينا بتاعه النهارده هينفست ازاي في مشروع متاخر له بتاع 3 4 سنين لسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وازاي انفست فيه؟ طب ما انا عندي هنا مشروع عنده وحدات فندقيه بانوراما سي فيو، ما عندوش المارينا بس عنده كونستراكشنز، عنده هيسلمني المنتج بتاعي، عندي سواء انا اجره او انا اسكن فيه بس هستلمه. لكن هنا هستلم امتى؟ بعد 8 9 سنين، كتير جدا. شكرا.